بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أولا أرحب بالجميع وأهلا وسهلا بكم. وأنتم الذي بتقيموا ريمة، وأنتم الذي بتضعوا ريمة تحت التراب، فبوجود أبناء ريمة كاملا ينتصروا أصحاب ريمة. مع تفرقهم وتفتتهم تضيع المواقف وتضيع القضايا مهما كانت في هذه المواقف. وخاصة أريد أن أقول للمشايخ عليهم أن يتوحدوا وأن تصير كلمتنا واحدة، مهما كان لا أحد أزود من أحد ولا أحد أكبر من أحد، ولا يمكن نستغفل أحد أو ننقص من جهد أحد، فكلهم المشايخ على العين والرأس. أنا حاولت اليوم أتصل بالشيخ صادق أبو الفضل منصور أكثر من مرة ولا رد، واتصلت بالشيخ عنان الدين السلطان شيخ مشايخ ريمة، وتفاهمنا على القضية التي حصلت في بني الحارث. طبعا القضية اللي حصلت تحصل وحصلت، لا نزايد ونقول أنها يعني خلاص بلغت لا، قضية حصلت وحصل اللي حصل فيها، والناس ما هم ملائكة، كلنا نخطأ وكل واحد معرض للخطأ. فأبناء بني الحارث هم ناس معروفين وقبائل يشهد لهم التاريخ، وهم يعرفوا الذي لهم والذي عليهم، فنحن جزءا لا يتجزأ، والسيء ما هو من أحد. والذي حصل قد أرسلنا الفيديو إلى الكل واطلع عليها الكل، فهم أخواننا وأصحابنا، فإن رأوا إن لدينا حق فيما حصل، فهم قبائل يعرفوا على أنفسهم ويفهموا إيش اللي لهم واللي عليهم. وإن شافوا أن ما بش ريمة حق وأن ريمة ما يستحقش ما حصل، فنحن مبيضين لهم، والدولة مرجع الجميع بدون زعل مننا ولا منهم. لكن احنا بنقول حق الأخوة بحق المروة بحق الجورة